بص بقى يا سيدي كده، انت بتدرس ايه في الدولة؟ المقومات الطبيعية. طب ما انا كنت كاتبها هناك. ايه اللي في المقومات الطبيعية؟ يعني موقعها فين؟ طب مساحتها قد ايه؟ طب عندها تضاريس ولا ما عندهاش؟ طب لو عندها جبل يبقى ممكن يكون فيه موارد معدنية. طب المناخ بتاعها، هل في سقوط امطار فهتبقى مفيدة للزراعة ولا لا؟ كمان بندرس الموارد الطبيعية، كل الموارد الطبيعية اللي موجودة في الدولة ومتوفرة حضرتك بتدرسها. ايه كمان؟ بعد الخصائص الطبيعية بدرس الخصائص البشرية. طب ما انا يا جماعة كنت كاتب هناك، وكنت كاتب ان الخصائص الطبيعية والبشرية بتقدر تحدد منها قوة او ايه او ضعف الدولة. يبقى انت جبت قوة او ضعف الدولة منين؟ من الخصائص الطبيعية والبشرية. طب ايه هي الخصائص البشرية؟ بدرس السكان، نشاطهم الاقتصادي ايه، بيشتغلوا ايه. طب بعد ما درست القوة والضعف تحدد السياسة العامة والعلاقة الخارجية. بص كده، شفت اهو، نفس اللي كنا كاتبينه. يبقى في الدولة بدرس المقومات الطبيعية والبشرية اللي على أساسها بحدد هل الدولة قوية ولا ضعيفة. طيب ومن خلال قوة الدولة أو ضعف الدولة بتقدر تحدد السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الخارجية ايه. انت دلوقتي على فكرة، معرفش انت خدت بالك ولا لأ، ان انت دلوقتي درست قوة الدولة وضعفها. هو الضعف ده مش مشكلة؟ طب ازاي الضعف يبقى مشكلة؟ لأن سياسة الدولة هتبقى ضعيفة، وبالتالي العلاقات الدولية سواء كانت في تجمعات إقليمية ولا دولية تبقى ضعيفة زيها. يبقى أنت يا جماعة من خلال دراستك للدولة درست كل الموضوع القديم،